يحيى عطية الله ظهير أيسر منتخب المغرب ونادي سوتشي الروسي، لا صوت يعلو بين جماهير النادي الأهلي ومحبيه فوق اسم هذا اللاعب بعد ترشيحه لخلافة علي معلول الجناح الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب تونس. وكمان بيقولوا إنه في انفراجة في المفاوضات بين النادي الأهلي والنادي الروسي، واحتمال اللاعب يروح الأهلي خلال الأيام المقبلة. لو عايز تعرف التفاصيل اسمع الفيديو لحد الآخر. يحيى عطية الله لاعب مغربي يبلغ من العمر 29 سنة، سبق له اللعب مع نادي الوداد المغربي وشارك في المباراة النهائية لبطولة أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي العام قبل الماضي، وقدم مستوى أكثر من رائع رغم حسم النادي الأهلي اللقب لصالحه. الملفت للنظر أن مستوى اللاعب شد انتباه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وقال بالنص أن يحيى عطية الله هو خليفة علي معلول في الأهلي، وأبلغ مجلس إدارة الأهلي بسرعة التعاقد مع اللاعب، وخاصة بعد إصابة علي معلول بوتر إيكيلز في مباراة الترجي الأخيرة أمام الأهلي. النادي الأهلي ما كدبش خبر وبدأ يجس نبض اللاعب اللي أبدى موافقة سريعة للاعب للنادي الأهلي نادي القرن الأفريقي. أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات في الأهلي فتح خط مباشر مع محسن المعادي وكيل اللاعب اللي رحب بالعرض الأهلاوي، وقال كمان شرف لأي لاعب اللعب في النادي الأهلي. وقال لأمير إن يحيى عطية الله مرتبط بعقد مع النادي سوتشي الروسي حتى 30 يونيو 2026، وفي حال رغبة النادي الأهلي في ضمه يجب شراء عقد اللاعب المتبقي من النادي الروسي. الأزمة ظهرت لما الفريق الطبي للنادي الأهلي أبلغ مجلس الإدارة والجهاز الفني بأن علي معلول يتعافى بشكل سريع وفي تحسن مستمر، وقد يلحق بالفريق والتدريبات الجماعية بشكل سريع وقبل الموعد المحدد للشفاء التام من الإصابة. أمام هذا الأمر بدأت إدارة الأهلي التراجع عدة خطوات في موضوع التعاقد مع يحيى عطية الله، فتوقفت المفاوضات لفترة ليست بالقليلة، إلا أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أبلغ الإدارة بضرورة إحضار اللاعب المغربي يحيى عطية الله تحسبا لعدم عودة علي معلول لمستوى الطبيعي زي الأول بسبب الإصابة. وبالفعل أمير توفيق رجع وفتح خط المفاوضات مع وكيل اللاعب، لكن المرة دي ليس لشراء عقد اللاعب بل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، وهو ما قوبل بالرفض التام من إدارة النادي الروسي، وقالوا يا تاخدوه شراء نهائي يا ما مفيش خالص. الجديد بقى النهارده ان مصدر مسؤول في الأهلي صرح وقال ان النادي تقدم بعرض رسمي لنادي سوتشي الروسي للتعاقد مع عطية الله لشراء نهائي وليس على سبيل الإعارة بمقابل مادي $1,200,000، بعدما رفض النادي الروسي فكرة استعارة يحيى عطية الله بمقابل مادي $350,000. كمان يحيى عطية الله مش بيسكت وينتظر رد النادي الروسي، لا ده خد بعضه وسافر على المغرب وبالتحديد في مدينة أسفي مسقط رأسه، وظهر في فيديو مع بعض الأطفال بجوار دار لتحفيظ القرآن، ويبدو أنه يضغط على ناديه من أجل الانتقال للأهلي، وهو ما أغضب السوتشي الروسي كثيرا. ومن خلال تصريحات خاصة للمدير الرياضي أندري أورولوف فإنه بصدد رفع دعوى ضد اللاعب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم للحفاظ على حقوقهم في اللاعب. برأيك هل يوافق النادي الروسي على عرض الأهلي الجديد لشراء اللاعب أم تستمر الأزمة لعدة أيام أخرى؟